تنفعك جدا في مراجعة حفظ كتاب الله وحفظه اساسا. اول حاجة استغلال الاوقات المقتولة. يعني ايه؟ يعني انت في اوقات معينة زي ركوب المواصلات او انت سايق العربية او مستني عند دكتور الاسنان او كذا، الاوقات دي اوقات انت ما بتستعملهاش في اي حاجة، او بمعنى صح بتضيع هباء. يعني استغل الاوقات ديت في مراجعة القرآن. المراجعة يا جماعة اهم من حفظ الجديد. تاني نصيحة انك تستخدم نسخة واحدة بس للحفظ. ما تبقاش حاطط نسخة للحفظ في البيت ونسخة للحفظ في الشغل، لا، هو مصحف واحد برسم واحد بشكل واحد هو اللي تحفظ بيه على طول. وطبعا المفضل في الحفظ انك تستخدم، احنا عارفين طبعا ان في مصاحف بتبقى الورق بتاعها مصفر شوية اللي هم بيسموه الشموع. طبعا الورق ده بيبقى مريح للعين جدا في القراءة، فالافضل انك تستخدمه في الحفظ وتبقى هي دي النسخة بتاعتك، وهي دي النسخة اللي هتصاحبك في كل حتة وتبقى دايما معاك في كل مكان، عشان سواء تحفظ جديد او تراجع. وعشان الرسم بتاع الايات يثبت في دماغك لازم تكون نفس النسخة. النصيحة الثالثة انك تبدأ دلوقتي. يعني ايه تبدأ دلوقتي؟ يعني تنزل تجيب النسخة بتاعت التفسير ونسخة المصحف اللي انت هتحفظ منها وتبدأ على طول. لان انت لو تفتكر كنت من 5 سنين عمال بتقول ان انا عايز احفظ ان شاء الله وهبتدي. انت لو كنت ابتديت من 5 سنين كان زمانك ختمت دلوقتي. لكن هي المشكلة في التسويف ان انت مش هتبتدي. فما تقولش لا انا ان شاء الله هبدأ. طبعا ان شاء الله تبتدي، لكن انزل وهات الحاجات اللي انت محتاجها واللي هتخليك تبتدي مشروعك عشان الشيطان ما يخشش. رابع حاجة استشعر بقى الراحة النفسية اللي هتحس بيها والبركة بعد بدء حفظ كتاب الله عز وجل. لانك كل ما هتقعد تحفظ وتذاكر زيادة او كل ما تراجع كل ما هتحس براحة نفسية كبيرة جدا وهتحس ببركة في الوقت مش قادر اوصفها لك صراحة. رابع حاجة بقى عايزك تستغل التقنيات الحديثة اللي احنا بنستخدمها في الفيس واليوتيوب والكلام ده كله. استخدم التقنيات الحديثة برضو في ان هي تساعدك على الحفظ. ازاي؟ في برامج كتيرة قوي، بس انا بفضل برنامج اسمه ايات. برنامج ايات برنامج بيساعدك على انك تقدر تكرر الايات زي ما انت ما عايز، تسمع القرآن بصوت اي قارئ. وطبعا الافضل القراء القدام، الشيخ الحصري، المنشاوي، عبد الباسط، البنا، تمام. كل دولت هم دولت افضل ناس تسمع وتحفظ منهم. او صراحة التجويد بتاع القرآن فيه طبعا حاجة ملهاش وصف يعني، الحمد لله، تمام. واستخدم البرامج ديت في ان هي تعينك على الحفظ وعلى المراجعة. البرنامج اسمه برنامج ايات، وان شاء الله هحاول احط لكم اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. خامس حاجة تعملها انك دايما وانت بتصلي تدعي ربنا عز وجل ان يرزقك الاخلاص في حفظ كتاب الله عز وجل. عشان انت لو ربنا عز وجل رزقك الاخلاص وربنا لم يكتب ليك انك تحفظ، او من الاخر يعني اي حد فينا ابتدى حفظ كتاب الله عز وجل ومات، ربنا عز وجل ان شاء الله هيكتب له الاجر. لان ربنا عز وجل كريم ويعلم منك انك كنت مخلص في طلب حفظ كتاب الله عز وجل، وان شاء الله يؤتيك اياه. سادس حاجة انصحك بيها هي ترك الذنوب والمعاصي. لان الذنوب والمعاصي اكتر حاجة بتكون سبب في تفلت القرآن الكريم. وهفكركم كده بالشافعي كان ليه بيت بيقول فيه: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. سابع حاجة انصحك بيها زي ما قلنا الذاكرة دي عاملة زي العضلة. فتخيل ان واحد راح الجيم مثلا، تمام، واول ما راح بقى بيشيل 100 كيلو وبيلعب بيهم، طبيعي جسمه هيتدغدغ ومش هيعمل اي حاجة وهيتعب وقد يصاب كمان. لكن هو لو كان ابتدى بحاجة قليلة على مهله كده وواحدة واحدة ابتدى يزود، ما كانش حصل اي حاجة. نفس الحكاية في موضوع الحفظ. ما تبتديش بكم كبير. مش لازم تحفظ في اليوم صفحة وصفحتين، لا. انا لو حفظت نص صفحة مفيش مشكلة. اهم حاجة ان هي تبقى الحفظ بثبات، وفي نفس الوقت الاقي عندي وقت للمراجعة. ما بقاش فرحان ان انا بقضي الوقت كله في الحفظ الجديد وما عنديش وقت ان انا راجع. لا، هيجي عليك وقت تصاب باليأس وتحس ان انت عمال بتحفظ والحفظ اللي انت بتحفظه بيروح تاني. 8 حاجة وديت انا معتقد ان هي اهم حاجة، انكم لا تنسوني من صالح الدعاء. ان شاء الله لما تحفظوا كتاب الله عز وجل كده وتبقوا من ختمة كتاب الله